عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو التنازلات. ليه كل مرة احنا اللي نتنازل؟ احنا اللي نسامح، احنا اللي نتجرح؟ ليه كل مرة احنا اللي بنيجي على نفسنا؟ اتعودوا يا جماعة ان انتوا ما تجوش على نفسكوا عشان خاطر اي حاجة، خصوصا في اي علاقة. في أي علاقة لو انت اتنازلت مرة، انت اللي هتتنازل كل مرة، وهيجي عليك وقت مش هتقدر ان انت تتنازل. ساعتها هتبقى انت اللي غلطان، وهتكون عودت اللي قدامك ان انت اللي بتتنازل طول الوقت. صدقوني يا جماعة، التنازلات دي بتنهي اي علاقة بسرعة. لكن لو حطينا حد للتنازلات دي وعملنا لها حدود، وجينا على نفسنا مرة مش كل مرة، الدنيا هتبقى أسهل وهنكمل في العلاقة. لكن لو انت اتمديت وقعدت انت تتنازل، خلاص اللي قدامك هيبقى اتعود ان انت تتنازل طول الوقت، مش هيبقى عندك فرصة ان انت تقدم اي اعذار. ليه؟ عشان هو خلاص اتعود منك على كده. ساعتها هيغلطك، وانت لو قعدت بينك وبين نفسك وحسبتها هتطلع فعلا انت اللي غلطان، عشان انت اللي قبلت من الاول ان انت تتنازل وان انت تيجي على نفسك. حاولوا يا جماعة، يعني قللوا من التنازلات في حياتنا. صدقوني التنازلات دي بتخسرنا كتير جدا، خصوصا لو مع حد بنحبه، خصوصا ان انتوا عودتوه على التنازل ده. لو انت قللت من التنازلات، هو مش هيعتبره ان انت خلاص مش قادر ان انت ما تتنازلش تاني، لا، هو هيحس ان انت قصرت، وان انت ما بقتش تتعامل زي الاول، وان انت في حاجة حصلت في حياتك، خلتك يعني حصل تغيير في حياتك. فصدقوني يا جماعة، لو حطينا حد للتنازلات دي، الدنيا هتمشي، والعلاقة هتبقى أطول وهتبقى أحسن، وهيبقى لينا فرصة كبيرة قوي إن احنا نعيش حياتنا كويس. حاولوا يا جماعة ما نتنازلش كتير. سلام.